في عربية الكويتي امبارح اللي كان على كوبري اكتوبر سكران وخبط كذا عربية جابوه على اسم قصر النيل اهو. ماذا وجد الأمن في سيارة السائح الخليجي صاحب واقعة كوبري أكتوبر؟ في مشهد صادم هز الشارع المصري، تحول أحد أكثر الجسور الحيوية في القاهرة، كوبري أكتوبر، إلى ساحة فوضى عارمة بعدما اصطدمت سيارة فارهة يقودها سائح خليجي بعدد من المركبات، مثيرة حالة من الذعر بين المواطنين. ومع تزايد التساؤلات حول أسباب الحادث، كشفت التحقيقات الأولية والمضبوطات داخل السيارة عن مفاجآت صادمة هزت الرأي العام. فقد عثرت أجهزة الأمن على زجاجات خمر داخل سيارة السائح الخليجي المتسبب في الحادث، وكشفت التحريات أن المتهم كان في حالة سكر تام وقت الواقعة، ما أدى إلى حدوث تلفيات جسيمة بالكوبري وعدد من السيارات وصدادات المرور. كما تحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة أعلى الكوبري تمهيدا لتفريغها والوقوف على الملابسات الكاملة للحادث. وصادر رجال الأمن السيارة المتسببة في الاصطدام بعد أن دمرت 3 مركبات وتسببت في إصابات، في انتظار قرار جهات التحقيق بشأنها. وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، خاصة أنه ظهر في حالة فقدان كامل للاتزان ورفض الامتثال لتعليمات رجال الشرطة. ووفقا لشهود عيان، اضطر رجال الأمن وبعض المواطنين إلى تحطيم زجاج السيارة لمحاولة توقيفه، قبل أن ينجح رجال المباحث في السيطرة عليه واصطحابه إلى قسم الشرطة. وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة التي خلفت حالة من الغضب والصدمة بين المواطنين.